مساء الخير، أهلا بيكم في أسهل طريقة لعمل سلطة الحمص بالفلفل الأحمر المشوي. سلطة جميلة جدا، طعمها فوق الرائع. بيعملوها في بلاد كتير قوي، في تركيا وفي سوريا وفي لبنان، وبيسموها تغميسة مش بيسموها سلطة. الحقيقة هي رائعة، ولو حبيتي كمان تضيفي عليها عين جمل بتبقى فوق الروعة. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب فلفلتين حمر اللي هو الفلفل الأحمر البارد، وهحطه في الفرن مع شوية زيت زيتون كده لغاية لما يتشوي، وبعدين لما يطلع ويبرد هبتدي أقشره. هيبقى سهل عليا جدا. في الكبة بتاعتي هحط 1.5 كوباية من الحمص المنقوع ومسلوق، هحطها في الكبة. هحط عليها الفلفل اللي احنا عملناه مع بعض ده، شويناه وقشرناه. هحط كمان معلقة من الثوم، هحط معلقة صغيرة كمون، معلقة كبيرة من البابريكا، واحط الملح حسب الرغبة. كل ده على بعضه كده في الخلاط او في الكبة. وهحط ليمونة معصورة، وهحط كمان طحينة، يعني حوالي 2 معلقة طحينة. تمام كده. وهنضرب الكلام ده مع بعض. انا عندي اضافة بحب اضيفها، والله عندك هتحطيها، مش عندك مش هتحطيه، اللي هي عين الجمل. بتدي طعم مميز جدا. لو مش عندك مفيش اي مشكلة. وهنضرب الكلام ده مع بعض. هزود بقى على الخليط بتاعي حوالي نص كوباية زيت زيتون اهو، وهنضرب كويس جدا. لما تطحن خالص هحط معلقة صغيرة جدا من الخل. خلاص كده، واكمل ضرب. خلصنا السلطة بتاعتنا او التغميسة بتاعتنا. حاجة كده ما تاخدش منك 10 دقايق، في منتهى السهولة. على فكرة انا ساعات بعملها كفطار وبعملها كعشاء، وممكن تتحط جنب الاكل، يعني حاجة رائعة جدا ومغذية. تعالوا بقى كده ندوق مع بعضينا. هناخد كده بحتة عين جمل ونحط على التوست. روعة يا جماعة، روعة، لازم تجربوها. وان جربتوها وعجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يجيلكم كل جديد، وكمان ما تنسوش الكومنتات اللي بستنى. ودي كانت طريقة عمل سلطة الحمص بالفلفل الأحمر المشوي وبعين الجمل بأسهل طريقة مع ميم.